يا مساء الفل عليكم. بطريقة سهلة وبسيطة هنعمل مع بعض أحلى وأسهل طريقة قرص الطرية. هنعملها سادة وهنعملها بالعجوة، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بسرعة نشوف الطريقة. أول حاجة معايا كيلو من الدقيق. تمام، معايا نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معايا 4 معالق كبار من السكر، معايا معلقة كبيرة من الخميرة، أو كيس بما يعادل كيس من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من السمسم. هنقلب بقى كل المكونات كويس، وبعدها ابتدي انزل بنص كوباية من الزيت الذرة على نص كوباية من السمنة البلدي او الزبدة، المتاح عندك استخدميه. وهنزل ب3 معالق كبار من القشطة. كل دي المكونات اللي انا ضفتها السايلة دافية يا جماعة. تمام. هنا بقى معايا للعجن 600 ملي من الشرش. كان عندي لبن قاطع، خدت منه، صفيته كويس جدا، وخدت الشرش ده عجن بيه القرص. طب لو مش عندك هتقدري ان انت تستخدمي اللبن الرايب، تستخدميه، او لبن بس، المتاح عندك تقدري ان انت تستخدميه. هنا بقى في اول خطوه اما ضفت السمنه وضفت القشطه وقلبتهم كويس جدا، ابتديت ان انا اعجنها بالشرش او اللبن الرايب المتوافر هتستخدميه. هبتدي استخدمت ال 600 ملي الا ربع كوبايه من الاكواب المعياريه. مش قادره اقول لكم العجينه ممتازه. اهم حاجه العجينه تبقى ملهاش ملكه وانتي ماسكاها، بتلاقيها انها طريه قوي وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. هي دي العجينه المظبوطه. هسيبها بقى تخمر لمده ساعه، وهنا هجهز العجوه. حاطه معلقه من السمنه البلدي، وحاطه كمان معلقه كبيره من السمسم، وهبتدي اقلبهم كويس جدا مع بعض. تقدري تستخدمي عجوه او تجيبي البلح الطري، وتقدري ان انت تفرميه وتستخدميه برضو لحشو القرص، المتاح عندك برضو تستخدميه. تمام كده. هنا بقى بعد الساعه شايفين ما شاء الله، الله اكبر، ممتازه يا جماعه. العجينه خمرت وبقت حلوه. فرغت منها الهواء، وهبتدي ان انا اقسمها تقريبا ل 30 كوره عشان تطلع معايا مقاس القرص واحجامها يكون مظبوطه، وتكون حلوه. عايزه تصغريها عن كده براحتك. انا قسمت عن نفسي الكيلو تقريبا 30 كوره او 32 كوره، يعني في الحدود دي. تمام كده. هكور بقى المقدار كله. وطبعا ما ينساش ان احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 210. ضروري يكون الفرن سخن جدا عشان القرص تديني نتيجة حلوة وتكون ناجحة معايا، وتكون كمان تطلع طرية وممتازة. ضروري نكون مسخنين الفرن كويس جدا. بعد بقى ما خلصت الكمية كلها، غطيتها بالشكل ده، وهبتدي استخدم، يعني هشكل اول كورة انا كورتها. هبتدي في اول كورة في الصف انا ابتديت بيها، هبتدي اني انا ابتدي التشكيل بيها. تمام كده. هنا بقى ناخد بقى اول كورة معانا ونحط فيها العجوة وهنقفلها كويس زي ما انتم شايفين. ما ترققوش العجينة قوي، وحاولوا بقى تقفلوها عشان احنا لسه هندوس عليها، بس اهم حاجة نقفلها كويس جدا. تمام كده. طبعا الصينيه اللي انا هسوي فيها القرص مش مدهونه خالص اي حاجه. احنا مكتفيين ان القرص فيها القشطه، وفيها السمنه او الزبده اللي انتوا هتضيفوها، وفيها الزيت زي ما قلت لكم ان احنا عجناها ب3 معالق قشطه، طبعا نكون مدفيينهم. وعجنتها كمان بنص كوبايه من الزيت الذره، ونص كوبايه من السمنه او الزبده. تمام كده. تقدري تستخدمي المتوافر، يعني في الاخر كوب سمنه على زيت او كوب زبده على زيت. ده اللي احنا استخدمناه. انا عجنتها هنا بشرشه لان كان متوافر عندي. مش موجود عندك تقدري تعجنيها باللبن الرايب، هيديكي نتيجه ممتازه. او تقدري ان انت برضو تعجنيها باللبن بس. تمام كده. هبتدي بقى اخلص الكميه كلها دي. القرص الساده ابتديت ان انا اعملها. هنسيبها طبعا لحد ما اخلص الكميه كلها، واسيبها برضو تكون اهم حاجه انها تكون خمرت بالشكل ده زي ما انتم شايفين حجمها ما شاء الله ضاعف ازاي. هبتدي طبعا ادخلها على الفرن السخن. هتاخد معايا تقريبا 12 دقيقة مش اكتر من كده. لو احتاجت الشواية نفتح عليها الشواية ثواني بسيطة تاخد لون ذهبي جميل، ونخرجها على طول. وعايزه اقول لكم ان مش كل الصواني احتاجت معايا الشوايه. في صواني خدت من معايا اللون على طول في خلال 12 دقيقه، خرجتها وطلعت ما شاء الله بالجمال ده. ومش قادره اقول لكم على جمالها، طريه وطعمها حلو قوي، جربوها. مقاديرها سهله وبسيطه. شايفين ما شاء الله طراوتها. تعالوا كده نشوف واحده مع بعض.
هبتدي بقى نقطعها اوريكم الطراوه، قد ايه طريه وقد ايه جميله وطعمها تحفه يا جماعه. شايفين الجمال؟ احلى قرص فلاحي طريه تعمليها في البيت، واحلى بكتير من بره. مش قادرة اقول لكم على جمالها وسهولتها، سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت التسوية بتاعتها سريعة جدا، بتاخد 12 دقيقة بس وتطلع معانا بالجمال ده. وطبعا بتبقى لذيذة جدا واحنا دهنين عليها الجبنة وناكلها، بتبقى حلوة قوي في الفطار مع كوباية الشاي بلبن. اهم حاجه تخلي بالك وانتي بتعجني القرص، انا وضحت لكم ان احنا استخدمنا 600 ملي الا ربع كوبايه من الاكواب المعياريه. اول ما تضيفي الكميه هتلاقي العجينه ملزقه شويه، عجنيها كويس وهتلاقيها لمت معاكي وهتطلع معاكي قوامها ممتاز. وبكده تكون خلصت وصفة النهاردة. بتمنى ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم وتكون سهلة وتجربوها. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. لايك شير باي.